أهلا بكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في موعد إخباري جديد اللي كيجمع أهم الأحداث والتطورات من المغرب وخارج المغرب. خليكم مع تفاصيل. كاين بزاف ديال الأزمات اللي هدات الوجود ديالنا، ولكن قلة منها اللي قدرت تجمع العالم كامل باش يواجهها. اليوم غادي نرجعوا لأهم قصة ديال نجاح بيئي في تاريخ البشرية، قصة طبقة الأوزون. في هذا التقرير اكتشفوا كيفاش قدر الإنسان يتسبب في هذه الكارثة وشنو كانت العواقب ديالها وكيفاش قدرنا نلقاو الحل ونصلحوا الخطأ ديالنا. طبقة الأوزون هي واحد الدرع طبيعي وضروري كيحمي الأرض من الأشعة فوق البنفسجية الضارة اللي كتجي من الشمس. الأشعة خطيرة بزاف حيت كتقدر تسبب أمراض خطيرة للإنسان. في السبعينات من القرن الماضي العلماء لاحظوا واحد الحاجة خطيرة، هاد الطبقة الحامية بدات كترقى وتكون فيها واحد الثقب كبير فوق القطب الجنوبي. بعد البحث اكتشفوا أن السبب المباشر هو الإطلاق الكبير لواحد المواد كيماوية اللي صنعها الإنسان، أهمها كانت الكلوروفلوروكربون اللي كانت كتستعمل بشكل واسع في البخاخات وفي أجهزة التبريد بحال الثلاجات، بالإضافة إلى مواد أخرى بحال الهالونات اللي كانت في منطقة الحريق. هاد المواد فاش كتطلع للطبقات العليا ديال الجو كتطلق واحد الذرات اللي كتدمر آلاف ديال جزيئات الأوزون في ثواني، وهذا الشيء اللي خلى الثقب يوسع بشكل خطير وكبير. العواقب الكارثية ديال هذا التوسع كانت كتكون وخيمة على العالم كله وعلى صحة الإنسان، زيادة كبيرة في حالة سرطان الجلد، أمراض العين بحال إعتام عدسة العين، وضعف عام في جهاز المناعة، تدمير المحاصيل الزراعية والنباتات، والتأثير على الحياة البحرية وبالخصوص العوالق اللي هي قاعدة للغذاء في المحيطات. هذه الكارثة خلت الدول والعلماء يفهموا أن الكارثة عالمية وأن الحل خاص يكون عالمي. وفي سنة 1987 وقعوا على اتفاقية تاريخية سميتها بروتوكول مونتريال. هذا البروتوكول كان الهدف ديالو واضح، منع توقيف انتاج استهلاك هذه المواد الكيماويه اللي كتضر طبقه الاوزون. والخبر المفرح هو ان هذه الاتفاقيه كانت نجاح كبير، الدول التزمت بالقرارات اللي فيها بدات كتوقف تدريجيا على استعمال هذه المواد. اليوم وبعد عقود من الجهود نقدروا نقولوا ان طبقه الاوزون دخلت فعلا في فطور التعافي. التقارير ديال المنظمات العالميه بحال الامم المتحده كتاكد ان حجم ثقب الاوزون اللي كان كيهددنا نقص بزاف على الحاله اللي كانت عليها في الثمانينات. العلماء كيأكدوا ان هذه العمليه غادي تستمر، الطبقه غادي ترجع كيف ما كانت في منتصف هذا القرن، يعني في سنة 2040 أو في سنة 2066 على حسب المناطق. في النهاية قصة ثقب الأوزون كتعطينا واحد درس مهم بزاف، هي أننا نقدروا نصلحوا أكبر الأخطاء ديالنا. ذكرنا أن عندنا كل الأدوات باش نحميو الكوكب ديالنا، ويبقى القرار ديال استعمال هذه الأدوات في يدينا احنا كاملين. شكرا لكم على المتابعة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.